اليابان تغزو أمريكا ببالونات. بعد هجوم أمريكا على اليابان وأسطولها الجوي سنة 1942، شعرت اليابان إنها لازم تثأر لنفسها، فقررت تعمل حاجة محدش فكر فيها قبل كده. تغزوها بإيه يا ترى؟ بطيارات ولا دبابات؟ يمكن غواصات؟ أبدا، ولا حاجة من اللي فاتت. اليابان قررت تغزو أمريكا ببالونات طائرة. ما بين سنة 1944 و 1945 الجيش الياباني أطلق حوالي 9000 بالون ضخم محملين بقنابل متفجرة، خلوهم يطيروا فوق المحيط الهادي لغاية أمريكا. الخطة غريبة جدا بس عبقرية. اليابان اكتشفت وجود تيار هوائي قوي جدا بيمشي من اليابان لأمريكا وقت قصير، يعني البالونات هتعدي المحيط بكل بساطة، وبكده تنزل البالونات وتنفجر في الغابات الأمريكية، مسببة حرب ضخمة، ذعر، فوضى في قلب أمريكا. دي كانت الخطة، واللي حصل إن البالونات وصلت فعلا، وسجل الجيش الأمريكي أكتر من 300 حالة رصد مؤكدة للبالونات دي في سماء أمريكا. سنة 1945 الست مدنيين أمريكان ماتوا بسبب البالونات دي، وده كان أول هجوم خارجي ناجح على الأراضي الأمريكية منذ قرون. لكن رغم وصول اليابانيين ببالوناتهم لقلب أمريكا، لكنهم ما حققوش التأثير الكبير اللي كانوا بيحلموا بيه، علشان الأمريكان فرضوا رقابة إعلامية مشددة بإن محدش ينشر أي خبر في الإعلام عن البالونات دي، علشان اليابان ما تفتكرش إنها نجحت بخطتها. بعد الحرب بسنين طويلة الملف اتفتح، واتضح إن الخطة كانت حقيقية جدا وناجحة إلى حد كبير، واسمها مشروع فوجو. فكرة غزو اليابان لأمريكا ببالونات فكرة غريبة جدا، لكنها حدثت بالفعل.